دعوني أنقلكم إلى جانب آخر من القصة، قصة روان وطارق الصديق. رحلت مع ذكرياتي إلى البدايات، إلى تلك المكالمة التي أخبرتني فيها روان بأن الموج الأزرق قد أتى هذه المرة برجل جعل دقات قلبها تفر، وهي التي عهدناها دوما تجعل قلوب الرجال صغارا كانوا أم كبارا هي من تفر أمامها. طارق الصديق. أتذكر عندما أخبرتها بأنني أحب اسم طارق في الرجال، وأتذكر قولي لها: نسأل الله أن يجعله طارقا للخير. لكن قبل أن أحدثكم عن طارق، دعوني أولا أحدثكم عن صديقتي روان، عن وصفها شكلا وجوهرا إن استطعت. تنحدر من أب سوداني وأم تعود أصولها إلى عمق اليمن السعيد لتصبح ما هي عليه من جمال متفرد، جمال يتجلى في قامة بهية تشبه شجرة الباوباب في شموخها، وفي لون بشرتها الذي يشبه ثمرة المانجو الصفراء، يلمع نهارا ويتوهج ليلا. لكن أعظم ما تملكه من سحر في اعتقادي، وكما أقول لها دائما، هما عيناها، تلك العينان اللتان تكرههما وتشتكي دوما من صغرهما، بينما أراهما أنا تحملان غموضا وسحرا ولمعة جذابة تجعلك مشدودا بكامل وعيك لجمالهما الهادئ. وربما أيضا تلك الابتسامة التي تفلت منها رغما عنها أحيانا، رغم صرامتها الظاهرة والتزامها بشخصية جادة صارمة، جعلتني ألقبها مازحة بالست الناظرة. ابتسامتها تلك تكشف عن صف من الأسنان المرصوصة صاغتها أنامل الخالق البديع، ابتسامة آسرة متوهجة. أما طبيعتها فربما كانت الأشد تأثيراً على جاذبيتها الطاغية، ذلك الغموض الذي يلفها، وتلك اللمحة من الإدراك التي تجعلك تشعر بأنك مكشوف أمام عينيها، تحدثك بأفكارك قبل أن تنطق بها، وكأنها قرأتها وهي لا تزال تطفو في رأسك قبل أن تتشكل في وعيك. إرادتها الصلبة لتحقيق ما تريد جعلتها تتفوق في عملها الذي ينافسها فيه الرجال، حازمة شديدة البأس، لكنها مكسوة بالرقة. أجل، أعلم أنكم ستندهشون، لكن خلف كل ذلك الحزم توجد أنوثة ورقة تغلفان كل تفاصيلها، وهذا ما يجعل كل من يتعامل معها في حيرة عجيبة، لا يدري أي الطبعين يغلب الآخر.